السيدة السفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة، السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، السيد اللواء طارق رحمي محافظ الغربية، السيد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية، السيد الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، السادة النواب المحافظين، السادة نواب الشعب والشيوخ، السادة الحضور، السيد المهندس طبعا أشرف دوس، كل التوفيق لحضرتك يا فندم. السادة الحضور، بداية أود أن أعبر عن سعادتي البالغة بالمشاركة في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ، الذي يعد مثالا للشراكة الواعدة بين الحكومة بمستوياتها المركزي والمحلي، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والمحافظة، والقطاع الخاص ممثلة في شركة فيرن جلوبال، والذي يعكس توجهات الحكومة المصرية نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتعميم العمل بوثيقة الملكية الخاصة وتنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، وانطلاقا من أجندة التنمية المستدامة 2030. وقد تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات عالية الجودة للمواطنين للارتقاء بمستوى معيشتهم من جهة، وتوفير المتطلبات الأساسية لتمكين وتحفيز عملية التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع من جهة أخرى. في هذا الصدد تولي مصر أهمية كبرى نحو تسهيل حركة التجارة وإقامة مناطق لوجستية وتجارية وصناعية متطورة بجميع المحافظات المصرية، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. السيدات والسادة الحضور، التوجه نحو بناء المناطق اللوجستية أصبح توجها عالميا، ولعل وجودنا اليوم لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ ضمن عدد من المشروعات المعنية بتطوير تنمية منظومة التجارة في مصر يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لوضع حلول جديدة لتواكب التوجهات العالمية لتوفير سلاسل الإمداد والتغلب على زيادة الأسعار. وأؤكد هنا على أن مصر تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، وأن هناك عدد من العوامل ساهمت في أن تكون محفزا قويا للحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة. ضمن خطة طموحة للحكومة المصرية تتعاون في تنفيذها عدد من الوزارات والمحافظات، حيث سبق وأن شهدنا معا توقيع عقود مشروعات بقيمة 204 مليار جنيه لإقامة من المناطق اللوجستية ومراكز تجارة مزمع إقامتها في محافظات السويس والدقهلية وكفر الشيخ، فضلا عن ذلك محافظة البحيرة ومحافظة الغربية، والذي يعد من أهم وأكبر مشاريع الاستثمارية في الوجه البحري. ولعل أهم المحفزات الدافعة لهذا المشروع الطموح هي الفوائد الاقتصادية، حيث تسهم المناطق اللوجستية بشكل مباشر في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة. السيدات والسادة، وفي ختام كلمتي أؤكد على أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدا والمحافظات في دعم تنفيذ كل هذه المشروعات الهامة ودعم التجارة الداخلية وجهاز التجارة الداخلية وجذب مزيد من الاستثمار والاستفادة من استثمارات البنية التحتية الجديدة، وهو ما من شأنه أن يترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي ويسهم في رفع رضا المواطنين والارتقاء بجودة حياة المواطنين. هذا هو ما يوجهنا له دائما دولة رئيس الوزراء، ولعل ذلك المشروع يعد تطبيقا لخطة فخامة السيد رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار وتيسير إجراءاته وتهيئة مناخ مواتي للاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساعد على جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج ويدعم توفير فرص العمل وعمل نقلة نوعية بحياة المواطنين بالمحافظات. وفق الله فخامة الرئيس في خطواته وجعلنا جنودا في تنفيذ توجيهاته، تحقيق رفعة وطننا الغالي وتحسين مستوى معيشة المواطن. والسلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في تسجيل ووضع
ومن منطلق الحرص الدائم على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية والازدهار، وكذلك الحد من الهجرة الغير شرعية وتوفير بدائل آمنة لدعم الشباب وفتح آفاق واسعة للتعاون. يسعدنا ويشرفنا أن نستمع لكلمة السيدة السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. فلتتفضل. أنا بيتهيألي مدام يعني معالي وزير التموين قال إن هو لازم يقف على خطوتين أو درجين، يبقى أنا المفروض أقف على 4 أو حاجة كده علشان تشوفوني. يعني خليني أقول قد إيه أنا سعيدة بوجودي النهاردة في هذه المحافظة الجميلة، محافظة كفر الشيخ، لأول مرة، وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة بإذن الله. ويعني احب طبعا ان انا اشكر الدعوه الكريمه للسيد الدكتور محافظ كفر الشيخ السيد اللواء جمال نور الدين. يعني انا سعيده طبعا بوجودي مع 2 من الوزراء الافاخر وزمايلي الاعزاء، الدكتور علي مصلحي والسيد اللواء هشام امنه. كمان شرفت النهارده بوجود دكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، والدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعه كفر الشيخ في هذا الصرح الجميل اللي انا كنت لسه يعني بأشعر في قد كده هذا الصرح لجامعه كفر الشيخ مبشر ومشرف، وبيشعرنا بان القادم افضل، لان هذا هو الصرح الذي يتعين ان ابنائنا في الجامعات يتمتعوا به، صرح متقدم وفي الكثير شكلا وموضوعا. كمان انا فخوره بان انا النهارده بالذات جايه لدعم احدى كبار مستثمرينا من المصريين في الخارج، السيد المهندس اشرف دوس، رجل الاعمال المصري وصاحب الدعوه الكريمه، لتدشين هذا الصرح الكبير الاقتصادي العملاق في هذه المحافظة الجميلة محافظة كفر الشيخ. والحقيقة يعني أنا بحب أشكره، لأن هو تقدروا تقولوا إن المهندس أشرف دوس هو مثال للمصري الفاخر، اللي هو مش بس خرج من مصر علشان يبحث في المزيد من التقدم والعلم ويحقق المزيد من النجاحات في الخارج، إنما هو خرج من مصر وخد مصر في قلبه معاه ورجع لنا تاني بالمزيد وبالكثير من التقدم وبالكثير من الإنجازات اللي هو يقدر إن هو يعني حاسس إن هو بيدين بيها لهذا البلد الرائع والتاريخي العظيم. والحقيقة إحنا بنشكره على كل المشروعات المتميزة والعملاقة اللي هو عملها في مصرنا الحبيبة. خليني اقول ان انا سعيده بالمشاركه ومشاركه حضراتكم النهارده في هذا الحدث الهام، وتلبيه للدعوه الكريمه من الساده الافاضل المهندس اشرف دوس طبعا والسيد محافظ كفر الشيخ، وان احنا النهارده بنضع حجر الاساس لواحده من اكبر المشروعات الاستثماريه في منطقه الدلتا على الاطلاق، مشروع المنطقه اللوجستيه بمحافظة كفر الشيخ الجميلة. هذا المشروع العملاق اللي احنا شفنا النهاردة فيديو رائع لإيه هو مخطط له قد إيه، على مساحة 22 فدان، بيضم مراكز تجارية كبيرة ومخازن لوجستية ومباني حكومية ومدرسة ذكية وعيادات صحية، مراكز خدمية للشباب. حاجة رائعة. أنا شفت الحقيقة يعني، والنهاردة إن شاء الله هنتفقد أيضا مركزا لوجستيا آخر تم تنفيذ 99% منه في محافظة طنطا مع السيد المحافظ طنطا، هذا الرجل النشيط يعني اللي هو بيدينا دفعة قوية، اللي هو ما تخيرش عن السيد محافظ كفر الشيخ
في الهمة والنشاط والتجديد في المحافظات، هذه المحافظات القديمة لتصبح محافظات قديمة بوجه جديد وبشباب بيسعى إلى التطور وقدامه الكثير من الآمال في تحقيق مستقبل أفضل من خلال مشروعات جديدة. أنا زي ما قلت لحضراتكم إن الاهتمام بإقامة المشروعات اللوجستية في مصر ده اهتمام أولي، وتنفيذه بتوجيه من القيادة السياسية بتطوير والنهوض بمنظومة التجارة الداخلية اللي كان معالي وزير التجارة الداخلية موجود معانا النهاردة، والتوسع في إنشاء هذه المناطق في المحافظات المختلفة سواء خارج القاهرة أو داخلها، واللي بتطرح الدولة منه العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بهدف توفير مزيج كبير ومتنوع من المنتجات والسلع والخدمات لإثراء لثقافة التسوق من ناحية لدى المواطنين بالمحافظات، وتحقيقا للمزيد من الخدمات اللي الكثير من مواطنينا كانوا محرومين منها أو بتقدم ليهم إنما مش بالمستوى الأعلى اللي من شأن هذه المناطق اللوجستية أن توفرها لها. بالإضافة إلى أن المشروعات الخاصة بالمناطق اللوجستية تتميز بأنها كثيفة العمالة، والحقيقة موضوع كثافة العمالة هو موضوع يهمني، وهو إحدى الملفات الهامة اللي بتسعى وزارة الهجرة على تعظيمها وعلى أن هي تحط إيديها بحثا عن المزيد منها، لأن كثافة العمالة معناها أن هي بتمنح مستقبل أفضل لأبنائنا. مستقبل أفضل لأبنائنا، مفيش دولة بتقوم على حاجة قد ما بتقوم على شبابها، وبتقوم على لما يبقى فيه مستقبل يبقى فيه مستقبل أفضل للشباب. المستقبل الأفضل ما بيتحققش غير من خلال تطوير الدولة وتحديثها والوصول بيها إلى آفاق كبيرة، وده مش بيتحقق غير من خلال مشروعات كبرى ومشروعات قومية هامة تساهم بتشغيل المزيد من الشباب اللي هم يقدروا بإيديهم إن هم يحققوا التقدم لهذه الدولة. ده طبعا صحيح احنا بنبحث عن هذا التشغيل، انما طبعا احنا ما ننساش ان احنا بنبحث عن هذه الامنيات في المزيد من المشروعات الكبرى في زمن في الكثير من الازمات الاقتصاديه وفي بطاله موجوده حوالينا في العالم اجمع. إنما ده مهم للحصول على المزيد من القيمة المضافة اللي تحقق تقدم اقتصادي أكبر. أنا بحب إن أنا أشير إلى المهندس أشرف دوس اللي هو بيمثل نموذج مضيء لرجل الأعمال الوطني المخلص من أبناؤنا في الخارج، وإحنا الحمد لله عندنا كثير منهم. إنما بهذا التميز وبهذه الروح الوطنية إحنا كمان محتاجين إن إحنا نحطه كنموذج لشبابنا، لأن هو ده النموذج اللي هو مفروض إن جميع الشباب اللي موجودين معانا يبصوا له. الطموح يبقى كده، الطموح يبقى هو ما ورث هذه الأموال، هو عمل هذه الأموال، هو ما ورث هذه الأفكار، هو جاء بهذه الأفكار من خلال مجموعة من الشباب اللي زيه قدروا إن هم يطوروا ويحسنوا من نفسهم ويصلوا إلى هذه الآفاق من التميز. وطبعا هذا النموذج أنا عايزاكم وعايزة الشباب النهاردة ينظر إليه، لأن هو ده مستقبلكم، هو ده الطموح اللي مفروض إن شبابنا يكون عليه. طبعا انا عايزه اقول لكم النهارده ان المهندس اشرف دوس دخل بمشروع اعتقد ان هو ابتدى ب7 مليار جنيه ووصل الى 25 مليار جنيه من الاستثمارات اللي موجوده في مصر. ده دليل على الاقتصاد المصري، اقتصاد قادر على النمو والتطور واحداث طفرات واحداث تقدم كبير. دليل على ان هو اقتصاد مش ثابت، ودليل على ان هذه الحكومة تسعى
لتطوير مناخها الاقتصادي، بحيث ان هو يدعم الاستثمارات، يدعم كبار المستثمرين الجادين اللي زي المهندس اشرف، يدعم المزيد من التطور في هذه الدوله من خلال خرق الجدار اللي هو احنا كنا بنقول عليه جدار التحديات الخاص بالاستثمار في مصر، وخلق بيئة مواتية. واحنا شايفين كمان ان ده حاصل من خلال الاجتماعات اللي حصلت برئاسة السيد رئيس الجمهورية في المجلس الأعلى للاستثمار. أنا حابة أقول إن التعاون بين وزارة الدولة للهجرة والمستثمرين الكبار زي المهندس أشرف تم على جميع المستويات. وزارة الهجرة بتمنح المزيد من الدعم الكامل لجميع المصريين في الخارج، بما في ذلك إن لم يكن على رأسه المستثمرين الساعين إلى العودة إلى مصر وخلق مجتمع أفضل وخلق فرص أفضل لشبابنا وتنمية أفضل لهذه المجتمعات. احنا كمان انا يسعدني ان انا اعلن عن الاتفاق مع المهندس اشرف دوس اللي تم امس باتاحه مجموعه من فرص العمل المتميزه لخريجي برنامج التدريب الخاص بمكافحه الهجره غير الشرعيه. وزاره الهجره بتمنح العديد من البرامج التدريبيه الخاصه بالتدريب من اجل التوظيف للجميع، للشباب وللمهنيين وللكثير من أبنائنا اللي هم حاسين إن هم محتاجين ينموا نفسهم كمورد بشري إلى آفاق جديدة يخلوهم عامل منافس في الأسواق، مش بس المصرية، الأسواق العالمية. وزارة الهجرة عندها تابع ليها المركز المصري الألماني للتدريب من أجل التوظيف، ده بتمكن شبابنا من المصريين إن هم يحققوا حلمهم بالتوظيف في ألمانيا من خلال التدريب في هذا المركز. فمش بس كده، احنا من خلال التدريب في هذا المركز بنقدر ان احنا ندرب ابنائنا بحيث ان هم يكون ليهم مكان ومكان قوي ومناسب في كبريات الاستثمار.